السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبطال تانية ثانوي. يا رب دايما موفقين، يا رب دايما بخير، يا رب دايما في أحسن حال. إن شاء الله بإذن الله دلوقتي هنبدأ نحل مع بعض كتاب نيوتن عام 2026. تمام. هنحل على القياس الفيزيائي وأدوات القياس وصيغة الأبعاد. أول درس طبعا عندنا في المنهج يا دكاترة بيقول لي غالبا ما يعبر عن سرعة القارب بالعقدة إذا أردنا التعبير عن سرعة مقدارها 5 عقدة بالنظام الدولي. تمام. فتكون الوحدات هي طبعا احنا عارفين ان الوحدات في النظام الدولي هي وحدة السرعة في النظام الدولي هي المتر على الاي على الثانية، فالإجابة الصحيحة هنا رقم ج. هو الراجل بكل بساطة بيكلمك عن سرعة، واحنا عارفين ان الوحدات في النظام الدولي الطول بالمتر او المسافة بالمتر والزمن بالثانية، واحنا عارفين ان السرعة بتساوي المسافة على الزمن. النانو ثانية نقط ثانية، طبعا النانو ثانية يعتبر 10 أس سالب 9 من الايه من الثانية، فالإجابة برضو رقم ج. طيب سؤال رقم 3 بيقول لي قرى نصف قطرها 1.7 سنتي يكون مساحة سطحها، علما بأن المساحة ايه بتساوي باي ار تربيع. طبعا احنا عشان نجيب الايه دلوقتي الباي، الباي طبعا احنا عارفين ب22/7. تمام. في الار تربيع، بس هو عايزها بالمتر تربيع، ف1.7 دي 1.7 ناخدها نضربها في 10 أس سالب 2. تمام. دي تديني 17 من 1000. صلينا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. يبقى ناخد كده 17 من 1000 تربيع، لأن احنا عارفين إن المساحة ايه باي ار تربيع. ادي الباي وادي نص القطر تربيع، بس بعد ما عملنا ايه بعد ما حولناها من سنتي لمتر. فيطلع الناتج هنا يا دكاترة 3.6 في 10 أس سالب 3. سؤال رقم 4 بيقول لي إذا تم تغيير وحدة قياس أحد الكميات الفيزيائية إلى نظام آخر للوحدات فإن. تمام. هي لو اتحولت لنظام آخر للوحدات هي برضو بتفضل صيغة أبعادها زي ما هي بالظبط، صيغة أبعادها لا تتغير، فالإجابة الصحيحة هنا رقم باء. سؤال 5 بيقول لي الكمية المشتقة فيما يلي هي الطول ده كمية أساسية عشان لا يعرف بدلالة كميات أخرى، الكتلة برضو كمية أساسية، السرعة طبعا كمية مشتقة بتشتق من المسافة على الزمن. تمام. طب الزمن ده كمية ايه كمية أساسية، فمش هينفع يكون معانا. سؤال رقم 6 بيقول لي إذا علمت أن الطاقة تعطى من العلاقة. طبعا هو هنا قايل لي الطاقة اللي هي اليو، حيث الألفا والبيتا كميات فيزيائية. تمام. وواي تعبر عن المسافة، الواي اللي تحت الجذر دي بتعبر عن المسافة، والواي هنا برضو بتعبر عن المسافة، يعني ال وال. فإن أبعاد المقدار ألفا في بيتا. مبدئيا بس كده احنا عارفين إن الطاقة تمام بتساوي الطاقة، ينفع نقول عليها الشغل، يعني الطاقة بتساوي القوة تمام في الإزاحة. طيب فالقوة ام كتلة في عجلة ال تي -2، الإزاحة ال، ففي الآخر خالص نقدر نقول ام ال تربيع تي أس -2 ده الطاقة. يعني ينفع نشيل اليو دي ونحط مكانها ام ال تمام أس 2 تي أس -2 بيساوي الألفا. ها الواي دي قلنا طول جذر الواي، لما يبقى عندك حاجة تحت الجذر جذر التربيعي ينفع تشيل الجذر وتحط أس نص، يعني دي هتبقى ال أس نص. تمام. على واي زائد بيتا. هو بما ان نفع اصلا، ركز بقى كده وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، احنا عارفين الواي دي ال صح، بما ان هم نفعوا ينجمعوا وطلع لهم وطلع في الاخر ناتج اهو، اي حاجتين ينفع ينجمعوا يبقى كده هم بيساووا بعض، يعني كده الواي والبيتا بيساووا بعض. طب بما انهم بيساووا بعض لما نيجي نجيب جمعهم يديني ال برضه. تمام. طيب يبقى هنا ام ال اس 2 تي اس -2 بيساوي الالفا زي ما هي ال اس نص على ال اس 1، نطرح الاسس نص ناقص 1 اديني سالب نص. تمام. تعالى بقى ايه نقسم هنا على ال اس سالب نص، ونقسم الناحية التانية على ال اس سالب نص. ال اس سالب نص راحت مع ال اس سالب نص، يبقى الالفا بتساوي الام مفيش غيرها هنا ال اس 2 ناقص نص، يعني ال اس 5 على الاتنين. تمام. وانت خدت الاتنين دي ناقص الايه ناقص النص اللي تحت، وبعد كده التي اس -2 نزلت هي كمان. صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هو بقى عايز ايه الالفا في البيتا، انت كده جبت الالفا، البيتا احنا قلنا ان البيتا تعتبر ال،
فهنا في ال كمان. ال دي ينفع اقول هي ال اس واحد، يبقى اس 2 على 2، يعني دي من الاخر هتطلع اس 7 على الاتنين، وشلت خالص كده من هنا. تمام، يبقى ام ال اس 7 على الاتنين تي اس سالب 2، فالاجابه الصحيحه رقم د. سؤال 7 بيقول لي مكعب طول ضلعه 1 سنتي يكون حجمه، طبعا هو عايز الحجم بالمتر تكعيب. السنتي الاول ده نحوله لمتر، يعني 10 اس سالب 2. تمام، هي بالمتر كده 10 اس سالب 2 ده الطول. طب عايز اخليه حجم، يبقى اخد ال 10 اس سالب 2 الكل اس 3. نضرب بقى الاسس في بعضها، 2 في 3 يدينا 10 اس سالب 6، فالاجابه الصحيحه رقم د. سؤال 8 بيقول لي القوه اف ترتبط بالمسافه اكس. احنا عرفنا ان الاكس دي مسافه تبقى ال، والزمن تي نحط تي بالعلاقه الاتيه. طبعا انت هيغلبك موضوع الكوساين وموضوع الايه الكوساين ده. بص يا سيدي، معلومه بسيطه خالص، انت كده كده عارف ان الاكس دي بال والتي دي بتي. تمام، بص بقى، مفروض ان الرقم اللي قدام الكوزاين تحاول تخليه صفر. ازاي نحاول نخليه صفر؟ هو امتى يكون صفر؟ الرقم اللي قدام الكوزاين ده امتى يكون صفر؟ مش دي تي، لو الدي دي بتي اس سالب 1. تمام، طب الاكس بال نخلي البي دي ال اس سالب 1. ما هو انت لما تضرب تي اس سالب 1 في تي اس 1، تمام، ده يدينا كام؟ تي اس صفر. تي اس صفر دي بواحد. سوري، احنا المفروض نخلي الرقم اللي قدام الكوزاين بواحد، عفوا. تمام، طيب يبقى انت دايما كده قدام الكوزاين حاجة وتي، يبقى حط سالب تي وتي، قدامها ال وحاجة تانية احنا مش عارفينها، يخلي الحاجة اللي احنا مش عارفينها سالب ال اس سالب 1. طب احنا كده هو عايز اصلا مني الدي على البي. احنا قلنا ان الدي دي بتي اس سالب 1. طيب البي بال اس سالب 1. طيب تطلع دي فوق وتغير اشارة الاس، وتنزل دي تحت وتغير اشارة الاس، يبقى ال اس 1. تمام، وخلي التي فوق زي ما هي، تي اس كام؟ سالب 1، ومفيش ام، يعني ام اس صفر، فالاجابه الصحيحه رقم د. السؤال رقم 9 بيقول لي المقدار ام اس. ام اس دي يعني ميجا ثانيه، ودي ملي ثانيه. الميجا دي اصلا 10 اس 6، لكن الملي 10 اس سالب 3، فلما تقسم 10 اس 6 على 10 اس سالب 3 يديك 10 اس 9، فالاجابه الصحيحه رقم ج. سؤال 10 بيقول لي تعطى طاقة الشمس أو طاقة الأشعة الكهرومغناطيسية من العلاقة E بتساوي اتش في سي على لمدة، حيث E تمثل الطاقة. احنا كنا لسه قايلين من شوية الطاقة بتساوي القوة اللي هي الاف في الايه في الإزاحة. طب القوة دي عبارة عن كتلة ام في عجلة اللي هي ال تي أس سالب 2، والإزاحة ال كمان، يعني من الآخر الطاقة ام ال في ال بال تربيع تي أس سالب 2. طب ده الطاقة، والسي كل ده بيساوي الاتش. تمام، هو عايز صيغة أبعاد الاتش. طب السي بقى، السي دي ال تي أس سالب 1 عشان ده سرعة. طب اللمدة دي طول، هو هيقول لك هنا اللمدة دي طول، اللمدة دي بتمثل الطول الموجي. تمام، يبقى ال، فال تروح مع ال، يبقى ال الاتش هنا مفيش حاجة جنبها غير حاجة واحدة بس، اللي هي تي أس سالب 1. نقسم هنا على تي أس سالب 1، ونقسم ده كله على تي أس سالب 1، وقسمة الطرفين على تي أس سالب 1، دول يروحوا مع بعض، يتبقى لي الاتش بتساوي، هنا مفيش غير ام بس، فنزل الام زي ما هي. تمام، ال تربيع فوق مفيش غيرها، يبقى دي ال تربيع تي اس سالب 2 على تي ناقص تي على تي اس سالب 1، يعني سالب 2 ناقص 1 يبقى تي اس سالب 1، يبقى ام ال تربيع. تمام، تي اس سالب 1، فالاجابه الصحيحه رقم ب. السؤال الثاني سؤال مقالي بيقول لي اكتب القراءات الاتيه مستخدما الصيغه المعياريه لكتابه الاعداد. نص قطر الكره الارضيه 6، وقدامها كام صفر؟ 1 2 3 4 5 6، ينفع اكتبها 6 في 10 أس 6. تمام، متر. ينفع اكتبها 60 في 10 أس 5 متر. نصف قطر ذرة الهيدروجين، شوف بقى كام عدد بعد العلامة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، ينفع نكتبها 5 في 10 أس سالب 11 متر. اكتب معادلة أبعاد القوة. احنا لسه قايلين القوة بتساوي الكتلة في العجلة اللي هي أبعادها ال تي أس سالب 2. طب الشغل اللي هو الطاقة بيساوي القوة في الإزاحة، يبقى ام ال تي ال تربيع تي أس سالب 2، ده صيغة أبعاد الشغل. ليه تاني؟ لأن الشغل احنا قلنا قوة كتلة في عجلة.
تمام. في الازاحه اللي هي ال يديني ام ال تربيع تي اس سالب 2. طبعا صيغه الابعاد بكده بقى الخط واحد. الضغط بيساوي القوه على المساحه. القوه ام ال تي اس سالب 2 على المساحه اللي هي ال تربيع، فيدينا ام تمام ال اس 1 على ال اس 2 يدينا ال اس سالب 1 تي اس سالب 2. وبكده نكون خلصنا اول امتحان على الدرس الاول اللي هو الكميات الفيزيائيه وصيغه الابعاد والقياس الفيزيائي والكلام ده كله. ان شاء الله باذن الله هنحل مع بعض كل الامتحانات على كل الدروس بتاعه فيزياء تانية ثانوي السنه دي. تابعونا على قناتنا على اليوتيوب، وان شاء الله باذن الله لو اي حد ليه اي استفسار او للاشتراك في المحتوى الخاص 010 60 60 7 3 8 9.